وعن لقيت بن صبرة رضي الله ربي سيبا سيسر وكيسو قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرتمى ربي نجي أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء وضوء قوتي وخلل بين الأصابع وضوء قوتو ساكب تكينين قوتو سينا ميكمل سدي صديقة تكتك واجبا لما سنة قوتو سينا سدي صديق فمن زاد فقد تعدى واسا وزلم جنين يا قوتو يجو سدي سدي وخلل بين الأصابع وخلل قوتي بين الأصابع جدو بين قوتي وبالغ في الاستشاق وبالغ يجون هونغانغ في الاستشاق فنيان لقو كيستي هونغانغ إلا أن تكون سائمني مبالغة مغرتي غاخون سنة سرا بينه إلا أن تكون مبالغة سنة إلا أن تكون يو تاتي مليلا خناتو سرا فيك غرتي واجبا تين يو سو من قباتي مليلا جيبو أخرجوا ما جاء أخرجه أربعة ديس يرى فرد ديس ولي أبي داود خبي داود رواية أبي داود ما جتي إذا توضأت فمد مد جتي جيبو إذا تودع تجون قوة ودوتو فمد مد جتون غرتي ورما تنافال لوكو دو جتي جيبو فمد مد جتون غرتي أفال لوكو تونس خري ما استشاق دبته تنمالي بديما بداني سكا كيس جتو في ديجتو إذا تودع فمد مد جيبو أما غرتي ما هذا الذي أخرجه أبو داود متولا في كتاب الطهارة باب في الاستنثار وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة مختصرا كل من طريق يحيى بن سليم عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن سبيرة عن أبي قال كنت وافد بني المنتفق تريجي كيسما سنة وجين أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الذي سبتوا يزيدنا فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء وضوء أنا أوديسي جنان أسبغ الوضوء جيتني كستي أوديسي النبي ينجو ديني سيون ويحيى بن سليم كن هو القرشي الطائفي وسق بن معين وقال النسائي ليس به بأس جاء قال في التقريب صدوق سيد لفزي وإسماعيل بن كثير كسكارة تنابوا دين سيئ جبديما فإن قيل الرجل سأل عن الوضوء أما قربان وضوء الرقة فتمه وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنن الوضوء غير سنن وضوء الرقة نبي جندي بسيف فالجواب لأن السائل كان عارفا بأصل الوضوء نمشي قافتي أصل الوضوء أنا بيخا وأنا بين نبي جندي بليف جتو والظاهر أنه لم يسأل عن ظاهر الوضوء إن قافته بل أما خفي من باطن الأنف فنيان فاخي سر قافتي ترى نبي جن وبالي في الاستياق الشياق جين فإن الخطاب بأسبغ جاء إنما يتوجه لمن علم صفة الوضوء إنما وضوء درام بيخو فنيان خيسون لكن ما في يجو وأما الرواية الثانية رواية غير لما فاصل تابي داود سنة فهي من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن كثير أخرج أبو داود ومن طريق أخرج البيهقي في السنن وسندها صحيح قال الحافظ إلا أن هذه اللفظة ويذكر المدمد لم يتفق عليها سائر الرواة تنمو غردي وريو دي سيدون ولين قال لي وقد سنن سيلا سيا وقد ذكر أبو داود مفردات عن الحديث كما أتبين من السياق ولهذا لم ينتبه لها بعض الفقهاء رغد غردي مدمدي خان تبني يعرف قارا فانكروا وجود الأمر بالمدمدة في الحديث أما يسن يرتي كما فعل ابن حزم عندما ذهب إلى أن المدمدة غير واجبة جيتي خرخنا ديمه مدمدة واجبة خلاص أحسد مدمد جاء سيئة زيادة تنسي والظاهر أن الحافظ ذكرها مع أن المدمدة تقدمت ابن حجر وني ما غرتي مدمدة زيادة مدمدة دبته سلا دبرسيني جيرل ليدا حديث عثمان كيستي ما لي دبس لأن هذه الرواية فيها أمر بالمدمدة أمريكا بديجو وجوبا أمريكا تيجون أمريكا دبي جريتو أخي خرافي بودر دبته يعني أما غرتي مثلا إذا تودت فخل بين أسابيع يديك ورجليك يتروا عبرة كوبين كوبين حركاتس كوبين ميلاتيسي وقد وجد تفسير التخليل في حديث المستورد بشدة أكثر نتكون كون نخرج في جرا أيت النبي يتودى دلك أصابع رجليه بخنسره كوب خمين كونين نانيا لداري والظاهر أن المراد أنا تخبره خنسر اليد اليسرى ده كوب غرتين يلي خنا خبيثات تو أبا لأن التخليل تطهيرا إزالة القدر وسخ في الرأوف ولا وسخ أوف كنمو حركة بداية في التفاجؤ وشرب باليسرى على الأصل المعروف شرعا يجو وأما أصابع اليدين فالأكمل في تخليلها أن يدع باطن الكف اليمنى على اليسرى خايرة أما كان ورواية كل الأصابع أكن ولا كيسنا كو خنا بعد يا في بعد نية خبر تيار كاوي تاتي خميلا مو كبنيا لي خنانه كبنيا لي خم كبنيا لي بتاعت الرواية تيجي خلاص إلا أن تكون سائما يكوني واجبين أكو واجبا تاني خناتو مبالغة كيسون كتير كنا واجبا تاني خناتو سرنا في يجان مستحب بتورايت وما يتم الوضوء بدوني ويراد فيه ما زاد على الواجب من الخصلة الثانية والثالثة تكافي لما فا تكا واجبين تجولي من سرنا عليه فقصد وجوهكم جي ولا زال الأمر في الحديث مشترك بين الوجوب والاستباب وهو أمري ولا جواز استعمال المشترك في معناه وهم معنى استعمال المشترك في معناه تنافو قرتي هذه خدمة بنينا وجوب تخليل أسابيع ظاهر كل التسلا وجوب تخليل أسابيع خنا قالوا إلا أن تكون صحيح مني خناتو تراسر في بعض تجرونه مستحب بلا وليس بواجب إذا وصل الماء إلى ما بين الأسابيع فإن لم يصل إلا بالتخليل مو يوني قرتي وقتو خرما حركة وقتو في ميل وقتو ويلن ما جنا خلينا سنة يومو بشان كسم لين جيني واجبتها آيته وصل الجمهور بظاهر القرآن فاغسلوا وجوهكم جانتي وجوه دبتي وارجلكم جي تخليل ربنا دبنة تخليل سنة راجل أبدا جن تناو تخليل كل اللي واجبا جنا كذا كم كذا بيشان كسم دين جيني يجو بيكو يجون ريت وجه ولين كبت تخليل وجه ولين كبت
تخليل واجب وسنتان يو بشان قهو صدات مقفى بنا نفو وقوة نفو صدات مقفى واجبة تها يجو وهذا هو الازهر وجه قناه غردي رادي على زي دليل الله استباب المبالغه في الاستشاق الا للسائم نما سومنا ملئ والقدس قواعد غردي بشان نما غوتكتي لا تؤدي المبالغه في الاستشاق الى دخول الماء سومنا كسي ول اوركمم بشان تشينغاتي لا غوتو وانت كنت صدات ما سومنا نغرو صدات ما سنا اوركمم يجو والسائر في الامر الوجوب انه لو كانت المبالغه واجبه لما مدت لاجل الصيام لا واجبه تقام سومنا اوركم ترتي اكن راي واي ابرين كنا واجبا تين ونا يجو تتوي يا وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيه يقلل كان أنا بكرتين تين نبي يخلل وجهه خوقته تيجي بشاك كيسنا نجي أريد سا كيسا لهي تو أريد سا في الوضوء كيسة خوقته تيجي أخرجه الترمذي حديث خنا جباس وساوي خزيمة حديث خنا صحيح جاني أما قلت تخلل لي هاي أبن فيدي أريد أقدر أريد يوغ جوابات هي ندي كما جن جيسو قبضة يوريني توتي فاتك كسيبا يوكنو ديراته تخليل سنة دا كيسو قطون تركما أريد ديرا بتوتي جهانك كامني جلا هندي جيدو تدركما هندي جاون جروه جو يو غردي خنو تخليل خن سنة خنا بجنات أخرجه غردي مال دي غردي أخرجه وهذا لفظ الترمذي دي قال حديث حسن سيونجي ولا لا تصحيح الترمذي له من أجل شواهدي هذه غردي شاهدان سيول لغير تيمله وإلا فإن عامر بن شقي نوجه متكلم فيه ده وقد ضعفه ابن معين فان ضعيف وقال أبو عاتب ليس بالقوي جه وقال سيول لا ليس به باس جه خنا متكلم فيه وان تيم شاهدان سيول لغير هي جدني وقد قال الترمذي الإمام البخاري أنه قال أصح شيء في التغليل عندي حديث عثمان كان قلت إنهم يتكلمون في هذا الذي قال غردي تكشو سبب شقي كان فايته حسن جنان هو حسن الدين حسن دي ومعلوم ان البخاري لا يريد الحسن في المعنى الاصطلاحي البخاري هو حسن جو دينه ونسي جو ان مله معنى الاصطلاحي کرتے حسن وحسن ذاتي وكل غير خنا انا سو يجو ونقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان وابن خزيمه تملي والحاكم وحسن الملقن وذكر له 12 شاهدا قال كان قبديني وتكلم عليها ثم قال فهذا 12 شاهدا لحديث عثمان حديث رجاء قال لم تفيد فكيف لا يكون صحيحا تناول دين صحيحا يبو واما من قال ابن ابي حاتم عن النبي من قول لا يثبت ان النبي في تخليل حديث أريد النبي يقول كذا كذا وأنت كل يوم سبت جه ونقدر أبي حاتم وديس سني وما نقله أبو داود من في مسائل الإمام أحمد حيث قال قلت لأحمد بن حنبل تخليل ليتي كم تعينا فقال تخليلها قد روي في حديث ليس بسبب يثبت فيها في حديث الجنة فقد أمر ابن وكيل على أن المراد بذلك غير حديث عثمان هذا حديث نبانه وهذا الجواب ليس بناهد عندي وكلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم كما ذكرت وتناول قرت ودين صحيح وقال الشيخ عبد العزيز بن باز والحق أن حديث التخليل يشد بعضها بعضا والجب سرقاية تقبل هذه قرت سيقول لغيره هجرايته أما تخليل لخني أريد خيسة قطوكم أريد خيسة قطوكم كأنه هني سنة دا على مشروعية تخليل الليات في الوضوء وذلك إذا كانت الليات كثيفة توتي وتاتي وهي التي تستر البشرة تقامنا ما رويسدو يجو أما اللي إيرتو يداتي وكان يخلل الليات أحيانا ولم يكن يواظب جلا النبي جنگي تكتب كتب له يرون درتين دوامو إذا فعلوا الإنسان تارة غافغري وتركه تارة كان ذلك أقرب إلى السنة جي والتعصي بالنبي عندي ما يرى الاحتجاج بحديث الباب ولا يجي يعلم غيره انه ليس بواجب واجبا متين واما اللي خفيفه اريني مو خفيفان قامني خيسا ملتو التي لا تستر البشره قامن دوسنه فهذا يجب غسل وابدا جيرو قبضه يجسن وما تحت من البشره لان في حكم الزاهر وان ذا حكم الزاهر قبضه فغسلوا وجوهكم جنن اريني تقام كوني دركما جيرو قبا قيدو توتي في الايراد هذه تخليل سنه دا جنن مليجو يا كان جيوا تتويا وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال نجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أتيه ندو فمي دوبا بسلو ساي مدين سلو سلام مدين مدي خنا بكسدي بامني ام بكلمات ندو فمي فجعل نسين يدلك ذراعه يدلك جريت نسين ذراعه دندو مي سلام كان ريت تسين آمدي غواس وساو نخزيمة دادي نخزيمة سيجيني فقد رجع عبد بن خزيمة من تلك الشعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد وهذا لفظ بن خزيمة إلا أن فيه ذراعه يتذراعين يتم إفراده وإسناده صحيح أدين صحيح حبيب بن زيد روى له الأربعة وهو ثقة وشعبة وعباد من رجال الصحيحين هذه نقدر دوبا صحيح جلاله هذه خرنا ما لبنا لا يسيو التقليل مما أما دي خني بدي مالف بيشان وضوءا مبني واتك وضوء وما إسراف قبول في ديستي كان أنا وضوء بحر قبالة جراتك ورفيجو بحر قبالة جرات بيشان إسراف برباك زامتي يجو وأن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي بيشان واتك وضوء بيجري كتوس وهذا أقل قدر تودع به النبي صلى الله عليه وسلم قدر النبي الوضوءين كشرتك كان ثلث المد خناجا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد النبي يبدل أنه وضوء جنة ويغتسل بالسعي سعيدا قام خارقة وان بأربعة أمداد لنا وسيأتي إن شاء الله غربوتا ولا خلاف أن هذا القدر ليس بيدنا مغا هنگنا بينو كوچيسنا نجيتو ستي نبي جينا كانوا غدا يچون اسبنا كوچيسنا نجيتو غرو وني لعلمو نبي أورفي قام سات دبي قام نما والكتابتي نبي قام سا غدا قام نما والكتابتي أما وني لعلمو على كل حال نبي بشان إسراف قبو يچو لا يجوز تجاوز يچو متي بل عبرته في ذلك
بأداء الواجب وعدم الإسراف إسراف برباچسو وذلك يختلف باختلاف الناس نمني ولر قامة قبا ولر ديرا ولر غوا بارا بشا ولر فتا أمو قدري سات بشان إسراف قبودا يجو وذلك يختلف باختلاف الناس واجسات ولا باغت ولذا اختلف المقدار في حديث أنس أنا حديث عبد الله بن تنافي مقدار ولا بيجو مقدار سد أبدا هنگن أمبلي قدوتنا أزبنا دبرسنا يجو نجيرو أمو نبيجي رتكا نبيجي قدوتين سلسل مدي خنا مدي عزيز رياضة نبيجين مدي تكا ودوتا ساعي تكا نموك أمريكا إلى 4 أمداد نيجا بل يكفي في القليل والكثير جن وما يدل على تحريم الإسراف إسراف الأركا كتاته إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون قالوا فجرات يوم تغير وردان قدبروا في الطهور والدعاء ودوته خيتي بشان قرتي شها ولد مشالف ياسون دعاء خيتي وردان قدبروا جيتي دعاء خيتي دان قدبروا وان خرجوا من لفا خرجوا جيتي نبيين دبدي خنافو دان إسراف الحرام يجو قال المسلم يجود نفسه الاقتصاد في الماء بشان يجد قال الديو كبا على مشرط ذلك دلك الأداء ملي أجزخ نعمل بنا خبرة بشان إسرافه أبو في ومن الريتون يسيجو أما خص لقوا يرنا قوين متى الريتون كن مالك قدر زايد يجو الريتون كن دلك الأداء يجو الريتون خنبان والجمهور من العلم على استهباب وعدم وجوب ذلك ما بخلاف للمالكي والمالكي والفاد واجب جاء لأن الله تعالى أمر بالغسل في آية الوضوء لكذا غسل لا يشترط في إمرار جديا هكر قرأت أوفو شرطي بتكلمات يجو بشار نينا نمتها أمو هكر أوفتير يكون كوني قدر زايد سير زايدة مستحب بها يجو كما قرأوا طائفة من أهل اللغة لأنه إسهالة الماء على الوجود بشان مقام الرياس تغسل جامع كلغات هركر أوفتير ريتون كنا مو قدر زايد نرى ما تجي مستحب جاجو وإذا ثبت ذلك فلا وجه الاشتراط يوم غوغاني حفاظ ذات تبتقى فقولي كبري فتي واجبتها لكن إن كان إتمام الوضوء إلى يتوقف ولا الدلكي بشان كان موضوع غوتتو يور ريت مالي غوغاني حفاظه دركمت حقو سماس كاي يكون الماء قليلا بشواتي كفاته إرنا قدان خغرته بكسن جينيو دركمر ريده بكسن جيسو قبدا يجو فهو واجب تاغو سيجو كده